اشتري دهب لما يغلى ولا استنى شوية؟ طب هيرخص، طب الدهب بيرخص، طب ده انا خسران، اشتري برضو ولا ما اشتريش؟ كل دي حاجات تحت بند الوعي المالي. امتى ادخل البورصة وازاي اوزع المحفظة الاستثمارية بتاعتي، اشتري قد ايه ذهب، اشتري قد ايه اسهم، اشتري قد ايه في صناديق الاسهم، وترشح لي ايه من الاسهم دي. والترشيحات بتاعتي برضو عشان نبقى متفقين يا جماعة، بكرر الجملة دي لكل الناس، دي مجرد وجهة نظر شخصية، بس انا بقى هخليك بطريقة او باخرى تتعلم ازاي انت اللي تدور وانت اللي تشوف. المستثمر طويل الأجل مثلا على سبيل المثال ده راجل عنده مثلا وليكن جزء هو مجنبه على جنب، بس بدل ما هو مثلا يمد ايده عليه او يصرفه، بيحطه في ودايع، بيحطه في شهادات استثمار. طب انا هقول لك برضو ازاي تشتغل بامان نسبي وتعمل ارقام كويسة. طب ليه بقى بقول لا على الشهادات او الودايع؟ لان حجم الربحيه بتاعها قليل جدا. احنا النهارده بنتكلم ان البنك المركزي بعد ما خفض الفايده، اعلى شهاده بنتكلم في 17% في حاله ان انت رابطها لمده 3 سنين. طيب، مين برضو عشان ما ببقاش برفض كل حاجه، لا، الشهادات مناسبه لشخص واحد بس، الشخص اللي عايز الريع او المكسب بتاع الشهادات يجيله في صورة شكل شهري. طيب بمعنى ايه؟ الراجل ده مظبط اموره او الشخص ده مظبط اموره انه يوم واحد في الشهر هياخد الفلوس دي عشان بيدفع ايجار، الشخص ده هياخد الفلوس دي عشان يدفع قسط عربية. ده الشخص اللي مش محتاج المساعدة بتاعتي. ليه؟ هو مسيستم حياته على كده والدنيا تمام. طيب مين الشخص بقى اللي محتاج مساعدتي؟ هو عايز يوصل لربحية كويسة بمخاطرة معقولة. طب المخاطرة بتاعته بقى دي هو اللي بيحددها. انا مش بختار لك، انا بحاول اساعدك اني ادلك ايه الطريق اللي ممكن يساعدك هنا. طيب بمعنى ايه؟ بمعنى انا قادر اخاطر او مخاطرتي في الجزء المتوسط. طب انا هحاول ان انا ادوس في الجزئية بتاعة الصناديق الاستثمار. طب انا ما عنديش الوقت والمخاطرة. طب هخلي الكل صناديق استثمار. طب انا عايز حاجة امان، بس لو احتجت الفلوس عشان اسحبها هقول لك ممكن تحطها على كلاود مثلا. تمام. بس زي ما قلت القصة دي بتفرق من واحد للتاني.